ليست قدرة جنسية فقط، ولا قدرة مادية فقط، ولا قدرة جسمانية، إنما محتاجين القدرة العقلية والقدرة النفسية والقيادة على إقامة بيت يقوم على منهج الله ورسوله. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني اللي يحميك الصيام، لأنه يضعف القدرة الجنسية عند الشباب، فلا يتمكن الشيطان من إهاجة الشهوة عند الشباب. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء يعني وقاية وحماية. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نختار زوجة من بيت غير مؤدب أو كريم أو مطيع لله تبارك وتعالى، لأن ما في الآباء في الأبناء، مش كده؟ طيب، وبعدين إن صح الحديث، مع أنه ليس بحديث، إنما هو مشهور على أنه حديث لكنه ليس بحديث، اللي بيقول إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الجميلة في منبت السوق. يعني ما تاخدش حاجة شكلها كويس ولكن مسقية بمية مش طاهرة. فلما تدور كده على الأب وتدور على الأم وتلاقيهم ناس صالحين بتوع ربنا، خد الثمرة بتاعتهم وانت مطمئن. ليه؟ لأنها سقيت بطاعة الله تبارك وتعالى، تأدبت بمنهج الله تبارك وتعالى، شافت أمها وهي بتطيع أبوها فهتطلع مطيعة لزوجها، وشاف أبوها بيتقي الله في أمها فهتدور على الزوج الصالح، ما بتدورش على الشباب أبو سلسلة والبانة والبنطلون اللي نازل لنص فخاده كده، ما ينفعش. خلي بالك، فاحنا عاوزين دايما ندور على البيوت الكريمة المهذبة التي تعرف كيف تحافظ على الأسر وتبنيها ولا تهدمها. ما بيطمعوش فيما وراء الزواج، لا في قايمة ولا في مؤخر، إنما بيطمعوا في رجل مهذب خلوق محترم يرفع رايتهم ويصون عرضهم ويحفظ كريمتهم. صليت على رسول الله يا أستاذ محمد. الكلام ده مهم جدا اللي أنا هقوله ده. مفيش أب بيقوله لابنه ولا أم بتقوله لبنتها، لكن أنا هقوله النهاردة في هذا العقد. احنا مقدمين على مسؤولية كبيرة، مش مسؤولية قانونية، إنما مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. القانون مش هيلزمك، لأن اللي ديته فلوس دوس عليه بالجزمة، مش مهم. لكن لما تبقى مسؤولية أمام الله، اللي سيدنا النبي علمنا أن المرأة أمانة في عنق زوجها، فعليه أن يتقي الله فيها، فما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. فكلما أكرم الإنسان زوجته أكرمه الله تبارك وتعالى. لأن سيدنا النبي لما بيقول ووضع الرجل اللقمة في فم زوجته له بها صدقة، لأنك بتؤدي دور الزوج وتؤدي دور الأب والأم. فلما تلمس الزوجة في زوجها حنان الأب وحنان الأم، يبقى عندها زوجها أعز من أبوها وأمها. صليت على رسول الله. ولأن الزوجة خرجت من بيت كريم فتعلم أن طاعة زوجها مقدمة على طاعة أبيها. إزاي؟ طولة ما البنت في بيت أبوها كلمة أبوها وأمها على رأسها من فوق، فلما تخرج تروح بيت زوجها تصبح كلمة زوجها مقدمة على كلمة أبوها وأمها. يا عم الشيخ انت جاي تفسد علينا الدنيا وتبهدل علينا الحكاية ديت. نقول لك أصل الكلام ده حصل في عهد سيدنا النبي. رجل خرج مسافرا وقال لزوجته لا تخرجي من بيتك حتى أعود، فجاء لها من يخبرها أن أباها مريض،
فقالت والله لا أخرج لأن زوجي لم يأمرني بالخروج حتى يرجع. فجاء لها من يقول لها إن أباك في سكرات الموت فتعالي لتنظري إليه نظرة الوداع. قالت إن زوجي لم يأمرني بالخروج فلا أخرج حتى يرجع. فقالوا لها إن أباك مات فتعالي فانظري عليه نظرة الوداع. فقالت إن زوجي لم يأمرني بالخروج حتى يرجع. فلما رجع حكت له زوجته ذلك فتعجب الزوج، فقال لها هيا بنا نحكي هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حكي هذا الأمر لرسول الله ابتسم النبي وقال كلمة: إن الله قد غفر لأبيك بسبب طاعتك لزوجك. إن الله قد غفر لأبيك بسبب طاعتك لزوجك. نعم. دقيقتين اتنين يا أسيادنا يا بتوع المجلس، مش هناخد 5 دقائق عقبال فرح أولادكم إن شاء الله. إحنا الجلسة كلها ما خدتش نصف ساعة. صليتوا على رسول الله إن شاء الله 5 دقائق ونمشي، فمش محتاجين أي مشكلة. فإن شاء الله يا أستاذ محمد نوصيك بزوجتك خيرا ونوصيها بك خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل شرع الله بينكما مودة ومحبة وتآلفا وتراحما وتكاتفا إن شاء الله. قولوا جميعا: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم التواب الرحيم. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على أننا لا نعود إلى ذنب أبدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. أستاذ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني استخرت الله تعالى وطلبت منك زواج موكلتك وابنتك الآنسة سمر البنت البكر البالغة الرشيدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله، وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وعلى كل مذهب يصح العقد عليه، والحاضرون شهود على ذلك، والله خير الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني استخرت الله تعالى وزوجتك ابنتي وموكلتي شرعا الآنسة سمر البنت البكر البالغة الرشيدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله، وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وعلى كل مذهب يصح العقد عليه، والحاضرون شهود على ذلك، والله خير الشاهدين. قبلت زواجها لنفسي خاصة، والتزمت بها التزاما شرعيا أمام الله ورسوله، وأعاذ الله أن أحسن معاشرتها، وأسأل الله أن يرزقنا خيرها وبرها.
قولوا جميعا بارك الله لكما، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، والعاقبة عندكم جميعا إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين.